متهور في الأهلي، طلعت يوسف يحذر من صفقة الموسم الجديدة ويكشف مفاجأة الصخرة. حذر طلعت يوسف المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع أحمد عيد المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. في تصريحات حصرية عبر قناة أون سبورت 2، أكد طلعت يوسف أن أحمد عيد لاعب موهوب فنياً، لكنه ينقصه ضبط النفس داخل الملعب، موضحاً: شخصيته تميل للاندفاع والتهور، وانفعالاته الزائدة تظهر في المباريات سواء مع الحكام أو المنافسين. اللاعب داخل الأهلي قد يمنحه فرصة لاكتساب الانضباط والهدوء المطلوبين. الصفقة التي أتمها الأهلي بعقد يمتد ل3 مواسم ونصف قادمة من المصري البورسعيدي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز صفوف الفريق، إلا أن طلعت يوسف طالب الإدارة بضرورة التعامل بحذر مع هذه الشخصية النارية قبل انطلاقها في الملاعب. هدية الميركاتو: هادي رياض يقترب من الأهلي. في سياق آخر، كشف الإعلامي خالد الغندور أن هادي رياض وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته لدى بتروجيت استعداداً للانضمام إلى الأهلي، مع الموافقة على شروط النادي المتعلقة بتقسيط قيمة الصفقة. الإدارة واللاعب ينتظران الرد النهائي من بتروجيت لحسم الصفقة خلال ساعات. الأهلي يعزز دفاعه. مع رحيل مصطفى العش إلى المصري البورسعيدي واتخاذ قرار بإنهاء ارتباطه بالمدافع المغربي أشرف داري بسبب كثرة الإصابات، تحرك الأهلي بسرعة لتعزيز خط الدفاع بالتعاقد مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، ليكون خياراً قوياً لقلب الدفاع في الموسم الحالي. قصة طريفة: تخيلوا أحمد عيد داخل النادي الأهلي لأول مرة وهو يحاول السيطرة على اندفاعه، وفجأة طلعت يوسف يظهر على الشاشة ويصيح: هدوءا يا أحمد، الأهلي ليس مجرد ملعب، إنه مدرسة للانضباط.